السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة جديدة النهاردة هنعمل الزبادي. ناس كتيرة بتدور على الزبادي عشان الجو حر، حاجة مرطبة للمعدة في الجو الحر دوت، وحاجة تكون في البيت نظيفة، تاني حاجة رخيصة. هنقول كيلو اللبن البقري ب15، الجمسي أو الجاموسي ب25 جنيه. لو هتعملي علبة الزبادي الكبيرة ب9 جنيه. لو هتعملي 6 7 علب من الكبيرة بكيلو لبن أبو 15، تبقى موفرة جدا جدا جدا. هتقولوا فين؟ أنا جايباه كيلو البقري ب15. تعالى نشوف مع بعض هتعملي ازاي. هنجيب كيلو لبن، واللي هتقول ده مش كيلو، هو مش كيلو صراحة عشان أنا عاملة زبادي قبل كده، فبس هوريكم ايه ازاي الطريقة. بس قبل أي شيء لايك وشير للقناة وادعوا لنا بصالح الأعمال وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنجيب اللبن، هنجيب علبة زبادي، دي علبة آيس كريم بناتي جايبينهم، فأنا باخدها طول ما مكتوب عليها من تحت رقم 5. أنا ما برميش أي علبة مكتوب عليها 5، وبالذات إن لها غطا. أي حاجة لها استفادة عندي بدل من البلاستيك النظيف. هنجيب له علبة الزبادي اللي أنا عاملاها، هاخد منها للكيلو معلقتين كبار، بس مش هحطهم على الزبادي على طول. انا هجيب الناس اللي تحط على الزبادي ده بيعمل مكان بيحصل له تجبن، ومكان تاني لا. هناخد معلقتين كبار، عشان المعلقه دي صغيره. هاخد شويه لبن، بس لازم اللبن يبقى دافي، لا اما تدفيه على البوتاجاز، لا اما يكون لبن كان لسه غلياه وتسيبيه يبرد شويه لما يكون زي دمعه العين كده. احنا بنقول عليها زي ما دمعه العين اهو. بصي مفيش، تعتبر في تكتلات، مش عاوزين يبقى في تكتلات. وهنضيفه على اللبن ونقلب عشان يبقى الزبادي في كل مكان في اللبن. يبقى الكوبايات، وكل ما تعملي في ناس بتحطه في يعني كله في اناء واحد، لا في مكان واحد عشان يتجبن. ما تيجي تاخدي منه جزء هتبصي تلاقي سرد شرش. فاحنا بنعمل في كوبايات وهنصب مع بعض. كوبايات ازاز بلاستيك اللي انت نفسك فيه. عندك بولة ازاز اوكي. شوية اللبن اللي معايا دول كان حوالي ربع كيلو، عملوا 3. بص الحجم بتاعها قد ايه. بس عشان انا الصراحة كنت عاملة قبليهم بيوم ببقية اللبن. طب بتغطيه ليه؟ انا بحب اغطي بحيث ان انا لما باجي بعد كده اغطيه ولا احطه في مكان ما بقاش فيه اي حاجة تنزل فيه. حتى لو غطيته مفيش اللي هو الحاجة هغطيها بقى تقع فيه. هعمل ايه بعد كده؟ احنا في حر، الصيف غير الشتاء في عمل الزبادي. هنيجي نحطه كده في صينية، ومكان في البيت عادي، اي مكان في البيت يكون دافي، وبفوطة او اي حاجة تكون تقيلة. ماشي يا حبايبي، هنبدأ نغطيه بالشكل ده. هنسيبه قد ايه؟ 3 ساعات 4 ساعات، وابدا ابص على علبه الزبادي اللي لقيت فيه تجبنه مظبوط، وزي ما انت بتشتري الزبادي من بره تحطيه في التلاجة، لان لما بيسقع بيبقى قطع وبيكمل عمليه التجبن. طب نشوف ازاي بقى النتيجه بعد ما سيبناها ساعتين 3. انا محضراه عشان خاطر ايه الوقت. بص حضراتكم، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. فات حبه اهو، اهو زبادي اهو، اهو ما بيقعش اهو. وادي العلبه العاديه. فالكيلو عمل لي حوالي من 7 ل9 على حسب الكمية اللي هتحطيها، كمية الزبادي اللي انت هتعبيها او في اللي انت هتحطها في الكوباية. بس انا عاملة كوباية على اساس اللي ياكل يشبع. ف هي زي ما قلنا تاني، لبن البقري ب15، الجاموسي ب25، ده في المنطقة بتاعتنا. فحضرتك تجيبي وتعملي الطفل ياكل على الاقل ما ياكل زبادي
احسن ما ياكل اي حاجه من بره. وشكرا لكم على المتابعه، وما تنسوش تحطوا لايك وشير للقناه. شكرا جزيلا.